الاساطير يا حضرات مش دايما بتتولد بالكرة في رجلها، ولا لازم يبدأ لعبه من الشارع. بالعكس، في اساطير بتطلع من ملاعب اليد. وبما اني لاعب يد سابق، الحلقه دي محببه الى قلبي. اسطورتنا النهارده المدرس بتاعه قال له بس تعالى جرب، ومن فريق في نادي التصنيع لاسم بقى اسطوره عالميه. الراجل اللي اتكتب اسمه في موسوعه جينيس، اللي بيلعب بايده اليمين في مكان المفروض بيتلعب فيه بالايد الشمال، واللي عمل رقم عالمي في كاس العالم لحد النهارده محدش قدر انه يقرب منه. النهارده احنا مش قدام حلقه، احنا قدام اسطوره اهلاويه عالميه، الباك الطائر اللي باريس سان جيرمان نفسه جرى وراه. اربطوا الاحزمه وخلينا نرجع بالزمن شويه لورا، ويلا بينا على مسرح الاحداث. اتولد سامح عبد الوارث يوم 3 أغسطس 1971 بحلوان. سامح بدأ ممارسة كرة اليد، بس المرة دي مش في الشارع زي كل نجوم كرة القدم اللي اتكلمنا عليهم، لكنه بدأ في مدرسة بحلوان، وكون وهو صغير فريق مع أصحابه. بس استنى هنا وقول لي يا عم عصام، سامح بدأ لعب كرة اليد ازاي؟ وليه فكر في اليد مش القدم زي كل الناس؟ وخصوصا في وقتها لعبة اليد ما كانتش بشعبية النهاردة. في يوم لقى سامح صديق ليه في المدرسة بيقول له تلعب كرة يد، قال له ألعب، علشان يتفقوا ان هم يكونوا فريق في المدرسة، علشان بعدها يقرر هو واصحابه ان هم يروحوا يتمرنوا في نادي التصنيع، علشان الكابتن شعبان الأنور المدير الفني لنادي التصنيع يشوف سامح واصحابه ويعجب بيهم، وقرر انه يدربهم ويكون بيهم فريق. ويتألق سامح جدا ويقدم مستوى متميز مع التصنيع، ويبدأ يتدرج هنا في فرق الناشئين ويلعب تحت 17 سنة ويلعب في المرتبط، وكمان ينضم المنتخب مصر للناشئين ويكسب مع مصر بطولة أفريقيا للشباب. ويقدر سامح انه يقود فريقه للفوز ببطولة الجمهورية تحت 17 سنة على فرق تقيلة في التوقيت ده زي الأهلي والزمالك. بعدها الكابتن شعبان الأنور مدربه في التصنيع يبدأ يعتمد عليه ويصعده للفريق الأول، ويكون لاعب أساسي ونجم للفريق. وبعد تألقه ينضم المنتخب مصر الأول وهو عمره 18 سنة. وبعد تألق سامح اللافت للأنظار، الأهلي يقول لك ازاي لاعب زي ده ما نتعاقدش معاه؟ وبالفعل الاهلي يقدم عرض والجزيره يقدم نفس العرض، لكن هنا سامح لما يتعرض عليه الناديين يختار الاهلي، لان سامح من صغره اهلاوي وعيلته كلها اهلاويه، علشان ينضم سامح رسميا للنادي الاهلي سنه 1989. عزيزي الاهلاوي، سامح هنا عنده 18 سنه. انت تعرف الاهلي اشترى سامح من التصنيع بكام؟ 5000 جنيه. طب تعرف بقى مرتبه وقتها كان كام؟ 200 جنيه. اللهم لا حسن. ليه بقى انا بقول لك المعلومه دي؟ هتعرف خلال الحلقه. سامح بيقول ان في اول يوم ليا في الاهلي ما كنتش مصدق، لان كان حلمي بالنسبه لي ان ابقى هنا. انا اهلاوي من صغري، وكان حلم من احلامي ان البس تيشيرت النادي ده، فلما يتحقق حلم حياتك فده شعور ما يتوصفش. وبعد لعبه مع الاهلي وتألقه يجي له عرض من باريس سان جيرمان. الكلام ده يا صاحبي كان سنة 1991، يعني بعد انتقاله للأهلي بسنتين، وهو عنده في التوقيت ده 20 سنة. عايز اصدمك كده واقول لك ان عرض باريس سان جيرمان للأهلي كان 2 مليون فرنك. الأهلي جايبه ب5000 جنيه، وبعد سنتين يتعرض فيه 2 مليون فرنك. ولكن هنا الاهلي قرر انه يتمسك بيه ويرفض التخلي عنه. طب سامح مركزه ايه يا عم عصام في الملعب؟ تعال اقول لك يا حبيب اخوك، لان ده محور تألقه اصلا. سامح كان باك رايت عظيم وفنان، وباك رايت في لعبة كرة اليد يعني انت شطلاوي، يعني بتلعب بالشمال زي مثلا احمد الاحمر دلوقتي. الانجاز بقى اللي في قصة سامح ان هو كان بيلعب في المكان ده بايده اليمين، والموضوع ده للي لعب يد او بيتفرج على يد يعرف انه صعب جدا جدا. والصعوبة هنا ومدى صعوبتها ان المفروض ان انت بتلعب بايدك اليمين يبقى هتلعب باك شمال مش باك يمين، فالموضوع مش سهل من الاساس. تخيل انت بتلعب كريستيانو وينج يمين وميسي وينج شمال، فبالتالي مش هتاخد منهم نفس التألق اللي على عدلته. ولكن كل هذا الكلام يرميه سامح ورا ظهره ويتألق في الباك اليمين. طب ايه يا عم عصام اللي خلى سامح اصلا ما يلعبش على عدلته ويلعب باك يمين؟ وهو بيلعب في منتخب الناشئين كان في ازمه في الناس اللي بتلعب بشمالها في المكان ده، علشان المدرب هنا يوظفه في المكان ده، والموضوع بالنسبة له كان صعب جدا في الأول. ولكن بدل الصعوبة دي ما تنهي مسيرته، كانت السبب إنه يبقى من أعظم لعيبة اليد في أفريقيا والعالم في التوقيت ده.
سامح بنفسه بيقول لك انا كنت بتفرج على لعيب روسي بيلعب بايديه الاتنين عشان اتعلم منه، بس برضه كانت صعبة، بس مع الوقت ابتديت اكتسب مهارات والموضوع بقى سهل بالنسبة لي عن الاول، وكرم ربنا خلاني انطلقت والعب في المكان ده وما احبش العب غير فيه. اول بطولة يشارك فيها سامح مع الاهلي كانت البطولة العربية مع الكابتن محمد عبد المعطي. تعال اقول لك الرقم اللي متسجل باسم سامح لحد النهارده سنة 93 في بطولة العالم. مصر عندها ماتش مهم مع رومانيا، الماتش ده كان تحديد مراكز وكان ماتش مهم جدا، ويتفاجئ العالم بلاعب اسمه سامح بيسجل 15 هدف في مباراة واحدة. يا جماعة الرقم ده خزعبلي، وبعدها يصبح سامح صاحب الرقم القياسي لأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في مباراة واحدة في بطولات العالم لكرة اليد. علشان يتسجل الرقم ده باسمه في موسوعة جينيس، وكل الصحف العالمية في التوقيت ده كتبت عن سامح عبد الوارث شعر. ولكن على جانب آخر بيخرج صديقنا سامح من المباراة ولا كأنه عمل أي حاجة، وده إن دل فإنما يدل على حرفيته وعقليته الرياضية وثقافته، وده اللي ساهم مع كونه متواضع إنه يبقى أسطورة مصر وأسطورة الأهلي في كرة اليد. إحنا لسه مع سامح في منتخب مصر، وعندنا بعدها بطولة في ألمانيا. سامح اللي لعب الماتش الأولاني من غير ما حد كان لسه يعرفه غير سامح اللي جاي يلعب البطولة في ألمانيا. كل الناس في ألمانيا أول ما شافته كانت بتوقفه عشان تتصور معاه، ولقاءات صحفية ولقاءات تلفزيونية، وسامح مستغرب اللي بيحصل لأن سامح كان متواضع بشكل أنت لا تتخيله. اتلقب سامح بالباك الطاير والغزال وفراشة كرة اليد، وسامح كان بيملك مهارات فنية عالية جدا، وكان صاحب فنت مميز وقوي لدرجة إنه لما كان بيخش على أي حد ويموه عليه بجسمه اللعيب ده كان بيسافر وسامح بيعدي. مش بس كده، ده سامح كان بيملك بنية قوية ورشاقة وكان سريع جدا في تحركاته. بس اللي أهم من كل ده بجانب الموهبة التزامه وتمرينه المستمر اللي أثقل موهبته ونماها. خالد العوضي زميل سامح عبد الوارث في التوقيت ده وكمان المسؤول عن صالات النادي الاهلي بيحكي وبيقول سامح عبد الوارث كان بيعمل فنت مش طبيعي، العالم كله كان بيحاول يدرسه علشان يفهم الراجل ده بيعمل الفنت ده ازاي. ولكن بالتأكيد دي كانت موهبة ربانية بجانب التدريب والالتزام والتمرين. الكابتن ياسر لبيب أسطورة مصر والنادي الأهلي في كرة اليد قال لك إن سامح عبد الوارث ظاهرة صعب إنها تتكرر في مصر أو العالم. لعيب بيجمع شوية مميزات كده مع بعض، سريع مهاري فنته عالي جامبو عالي ايده جامدة ومدافع صلب. المميزات دي صعب إنها تتواجد في لاعب واحد، ولكنها كانت موجودة في سامح عبد الوارث. طب تعالى اقول لك كمان على رقم يحسب ليه. كسب الزمالك مع الاهلي 18 مباراة متتالية، وبعد تألقه يجيله عرض من باريس سان جيرمان تاني. الكلام ده كان سنة 1997، وبالفعل يحترف سامح عبد الوارث في باريس، وهنا بيتكتب رقم جديد باسم سامح عبد الوارث، أول محترف مصري بيلعب في الدوري الفرنسي. وفرنسا في فترة احترافه حاولت إنها تجنسه وإنه يلعب في منتخب فرنسا، ولكنه تمسك إنه يلعب لمنتخب مصر، ولكن الإصابة حرمته انه يكمل احترافه في نادي زي باريس، لانه تعرض لإصابة سنة 1997 في اول مواسمه مع باريس علشان يرجع تاني ويتألق، ولكن تعود الإصابة ليه في نفس المكان تاني، ودي كانت السبب ان هو ما يكملش مع فريق بحجم باريس. ولكن في العموم سامح استمر في الملاعب الفرنسية لحد موسم 2006، وهنا نوصل للحظة الحزينة في حياة اي لاعب وهي لحظة الاعتزال. علشان يعتزل سامح كرة اليد سنة 2006 بعد رحلة من تألقه مع الاهلي ومنتخب مصر وفترة احترافه في فرنسا. ولعب سامح مع الأهلي من موسم 89 لموسم 97، 8 سنين يلعبهم سامح مع الأهلي عشان يحقق معاه 16 بطولة، 6 بطولات دوري مصري، 2 بطولة كاس مصر، 2 بطولة أفريقيا، 6 بطولات عربية. ومع منتخب مصر يلعب سامح سنوات حافلة بالإنجازات، وكان أهم نجوم المنتخب في ذلك التوقيت علشان يحقق مع منتخب مصر 3 بطولات أفريقيا لكرة اليد، 2 ذهبية دورة الألعاب الإفريقية، 3 بطولات دورة الألعاب الرياضية العربية، وفضية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط باليونان سنة 1900
1991، وبرونزية كأس القارات العظماء السبع سنة 2001، وشارك في العديد من بطولات العالم مع منتخب مصر ودورات الألعاب الأولمبية. تعال بقى أقول لك على شوية أرقام فردية لسامح. هداف مصر في بطولة العالم سنة 1993 ب 36 هدف، وهداف مصر في بطولة العالم سنة 95 ب 46 هدف. وبالمناسبة بطولة 93 دي اللي سامح حقق فيها الرقم القياسي انه يجيب 15 هدف في مباراة واحدة، وكانت قدام رومانيا. وبعد الاعتزال يقرر سامح عبد الوارث انه يسيب مجال الرياضة نهائي علشان يستقر بعمله الخاص في فرنسا لحد يومنا هذا. سامح عبد الوارث ما كانش مجرد لعيب، كان نسخة نادرة من الرياضيين اللي موهبتهم مش بس فنية، بالعكس دي كانت كمان إنسانية. لعب، كسر أرقام، ورفع علم مصر، وقال لإغراءات الجنسية الفرنسية أنا بلعب لبلدي. واللي يمكن يكون أغرب من كل ده إنه لما خلص خرج من المجال وبدأ صفحات جديدة من حياته بره الملعب وبره كرة اليد، من غير ما يدور على كاميرا ولا كرسي، مع إن تاريخه يشفع له. ويمكن دي تكون أعظم أهدافه. سامح عبد الوارث الباك الطائر وأسطورة اليد اللي مستحيل وصعب إنها تتكرر تاني.